تعالوا نعمل الحلزونة دي بحشوة اقتصادية جدا، تنفع للفطار وللغدا وللعشاء، كمان لللانش بوكس للأولاد لو بيروحوا الامتحانات أو المدارس. ممكن تعمليها كده وتاخديها مثلا لو خارجين أو رايحين مثلا تتغدوا برا، أو تعمليها جنب أي أكل. خفيفة وهشة وفي نفس الوقت الحشوة بتاعتها حلوة جدا واقتصادية بمكونات موجودة في البيت، وهتاخد مننا 3 معالق سمنة بس، وهتطلع خفيفة وهشة ومورقة. جربوها وإن شاء الله تعجبكم. بس قبل ما نبدأ ما تنسيش تشتركي في القناة وتفعلي زر الجرس على الكل عشان يوصلك أي فيديو جديد بنزله وتشوفيه قبل أي حد. عندي فلفلاية رومي هقطعها كده طرنشات وبعدين اقطعها مكعبات صغيرة جدا. لو عندك فلفل شطة او الفلفل الاحمر، اي نوع فلفل عندك حطيه، بس مهم ان انتي تقطعيها كويس قوي، يعني ما تبقاش كده مربعات كبيرة، لا، حاولي تفرميه على قد ما تقدري، يعني يكون متقطع كده قطع صغيرة. بصي انا بعد ما قطعته مربعات كده بحاول ان انا اعيد عليه بالسكينة عشان يبقى صغير خالص كده وما احسش بيه وانا باكل، اخد منه الطعم بس. وكذلك الزيتون برضو عايزة اقطعه قطع صغيرة خالص. ميكس الزيتون والفلفل ده بيوديلك اي حشوة في حتة تانية خالص. لو عندك فلفل الوان حطيه برضو، هيعلي القيمة الغذائية بتاعته. الفلفل الالوان في اي اكل بيبقى طعمه مختلف غير الفلفل الرومي تماما. ولو بتحبوه سبايسي حطي الفلفل ده يكون شطة اخضر او احمر، هيكون حلو جدا. بس انا عملته بالفلفل الرومي علشان الاولاد عندي يعرفوا ياكلوا. انا حسيت ان الزيتون كتير شوية فمش هاخده كله، يعني هاخد جزء كده منه واسيب جزء اللي انا قطعته ده. انا بعد ما قطعته كده ممكن لو عملت بيض او حاجة احطه فيها، بيبقى طعمه حلو جدا. لو عندك موتزاريلا او ميكس جبن شيدر على رومي على موتزاريلا، او رومي بس او فلامنك، اي جبنة موجودة عندك حطيها. طيب لو ما عندكش من دول هنحط اللي هي الدومتي العادية او الفيتا بأي طعم انت تحبيه، ما تستغربوش منها، يبقى طعمها حلو جدا. جبنة الدومتي مع الزيتون والفلفل هيخلوا الطعم حلو جدا. وجبنة الدومتي او الفيتا البيضة عموما، يعني الجبنة البيضة عموما، بس يكون الملح بتاعها خفيف لان احنا حاطين زيتون. بتكون متوفرة في معظم البيوت، فانا قلت اعملها لكم كده بحشوة اقتصادية وفي نفس الوقت يبقى طعمها حلو. طريقة ناجحة جدا، جربوها. بس اهم حاجة كده تفتحوها وتحاولوا تصفوا اي مية موجودة فيها. تقصيها كده بالمقص من جنب واحد وتفضي المية بتاعتها في الحوض، وبعد كده حطيها على الزيتون والفلفل. انا حطيت معلقتين بس، ما حطيتش كتير يعني. انا خلصت الحشوة بتاعتي، هبدأ ان انا اعمل خليط التوريق. علبة زبادي كبيرة عليها 3 معالق من السمنة. انا عايزاه يبقى الجلاش هش كده، ما يبقاش مكتوم، فهحط عليه رشة بسيطة كده من البيكنج باودر او الكربوناتو، بس لو حطيتي بيكنج باودر هيكون ضعف كمية الكربوناتو ده او ده. وحسيت الزبادي بتاعي تقيل كده شوية، حطيت عليه معلقتين لبن. لو ما عندكيش لبن حطي معلقة مية. دي لفة جلاش صغيرة حوالي 8 أو 9 ورقات كده، مش الجلاش البلدي اللي بيكون الورق بتاعه كبير وطويل، عشان عايزة اوريكم ان الصينية بتاعتي هتاخد يعني حوالي 9 ورقات كده من الجلاش. يعني لو جبتي الجلاش البلدي اللي بيكون الورق بتاعه طويل ويكون حوالي 18 واحدة أو 19 رق، دي هتستخدميها على مرتين أو صينيتين. خدت رقين من الجلاش وهدهنهم من خليط التوريق بتاعي، هغرقه كده بيهم، يعني هحط كمية محترمة. وبعدين هحط راق واحد بس يفصل ما بين الخليط التوريق وحشوة الجبنة بتاعتي. طيب ليه انا حطيت ورقتين من تحت وبعدين عليهم ورقة واحدة من فوق؟ عشان انا هدهن الخليط بتاع التوريق ده، مش عايزاه يخلي الورق بايش كده معايا ولما اجي الفه يتقطع مني. هحط الحشوة بتاعتي بس مش هحطها على الحروف علشان الجلاش بتاعي يقفل، وفي نفس الوقت وهي بتستوي كده في الفرن الجبنة دي ما تطلعش كده من الجناب. وفي نفس الوقت الحروف دي هتكون بداية ونهاية الحلزونة، يعني فمش عايزاها تكون سميكة، لا، عايزاها تكون رقيقة كده شوية. هخلي القفلة بتاعة الجلاش بتاعي من تحت وبعدين هبتدي الف كده، يعني تبقى على الصينية من تحت كده اللفة، بحيث ان هي ما تفكش، وبعد كده الفها زي ما انتوا شايفين. طريقتها سهلة وبسيطة جدا، ما تقلقوش. انتوا كمان لو مش حابين ان انتوا تعملوها بشكل الحلزونة ده، ممكن تعملوه جلاش عادي وتحشوه بنفس الحشوة ونفس خليط التوريق. لو حسيتي ان اول حلزونة كده بتفك، ما تقلقيش، سيبيها ولما تيجي تعملي تاني وتلفيها على بعض
هتعرفي تظبطيها وتلزقيهم كده جنب بعض، وتدخلي نهاية الحلزونة الاولانية في بداية الحلزونة التانية اللي احنا هنعملها دلوقتي، وهتلاقيها لفة كده معاكي ويمسكوا بعض ومش هيفكوا ولا اي حاجة. الصينية بتاعتي دي صغيرة مش كبيرة، بحيث ان انا عاملة الجلاش اللي هو بيكون معلب، بجيبه من السوبر ماركت، بيكون حوالي 8 او 9 ورقات كده، وبيكون الورقة بتاعته قصيرة، فهيعمل لي الحلزونة دي صغيرة، فحطيته في الصينية الصغيرة، اصغر صينية عندي حطيتها. قفلة الجلاش هحطها في الصينية كده من تحت، واخلي النهاية مع البداية، والفها زي ما انتوا شايفين كده. ما تقلقوش، هي سهلة جدا يعني، وانتي بتعمليها هتكون سهلة جدا معاكي. بصوا اول ما بتفك كده هحاول ان انا اخد من خليط التوريق ده واحطه على ورقة الجلاش كده، بحيث ان هما يلزقوا في بعض. ولو ما عملتش كده، بعد ما احطهم ارصهم كلهم كده واملى الصينية يبقى على نفس حجم الصينية هتمسكهم مش هيفكوا من بعض خالص، زي ما انتوا شايفين كده معايا في الفيديو. انا خلصت الحلزونة بتاعتي، وهحط عليها كده حوالي معلقتين سمنة على الوش، بحيث ان الوش يتحمر كده. وممكن تغيري الحشوة بتاعته، يعني لو مش عايزة تعمليه حادق بالجبنة ممكن تعمليه بالمكسرات او باي حاجة انت تحبيها. لو بالمهلبية يبقى هتحتاجي ان انت تحطي 3 رقات من تحت، بعدين تحطي خليط التوريق، بعدين تحطي رق تاني وتحطي عليه المهلبية وتلفي. خلي بالك ان المهلبية تكون في النص كده عشان ما تطلعش وتسيح من جناب. بعد ما دهنت الوش سمنة كده، رشيتها عليه حبة سمسم، لو عندك سمسم وحبة البركة حطي، يبقى شكله وطعمه في منتهى الجمال. دخلته على فرن سخن، اول ما اتحمر كده من تحت فتحت عليه الشواية دقيقة، خد اللون اللي انتوا شايفينه ده، حلو جدا. انا عايزاكم تجربوه. الجلاش بتاعي ناشف، بس انا ما ينفعش احط عليه لبن ساقع كده علشان الصينية بتاعتي بايركس، فدفيت نص كوباية لبن كده بحيث ان هي تكون دافية عشان الصينية بس مش اكتر. لو انتي عاملاه في اي صينية تاني ممكن تحطي اللبن ساقع على طول. نص كوباية لبن، مش هحط عليها اي اضافات، هسقي بيها الجلاش كده، واول ما يتشربها يبقى كده هو جاهز معايا. طعمه حلو قوي ومورق وخفيف كده، وريحته هتبقى قلب البيت. في نفس الوقت الاولاد هيحبوه جدا، وهينفع معاكي فطار غدا عشاء. يعني ممكن لو عامله صينيه مكرونه بالبشاميل او مشويات برز وعايزه تعملي جنبهم كده صينيه جلاش، اعمليها بالحشوه دي، اقتصاديه وطعمها حلو قوي. او لو عامله اكل فيه حد معترض عليه في البيت، اعملي له صينيه الجلاش دي كده يتغدى بيها، وهتعجبهم جدا. انا هقطعها على شكل مثلث كده عشان يبقى شكلها حلو. انت لو عايزه تقطعيها باي طريقه قطعيها، ممكن تاكليها بالشوكة او ممكن تقطعيها بايدك كده وتاكليها. يعني هتلاقي الرقات اصلا كل حلزونة والتانية هي ماسكة في بعض، بس لما تشيليها مش هيتقطع ويبقى شكلها حلو، ومش هتوقع ولا تبهدل ولا اي حاجة. يعني بصي انا بطلعهم من بعض ازاي. وبكده اكون خلصت حلقة النهاردة. يا رب تكونوا استفدتوا من الفيديو، لو استفدتم ما تنسوش اللايك والشير، والسلام عليكم.